وجبات الخير. يلا نوزع وجبات الخير، بس يا ترى على مين؟ هتعرفوا كل التفاصيل في الفيديو ده. السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد ويوم جديد، يعني فيديو من احلى الفيديوهات واحب الفيديوهات لقلبي. ما كنتش متخيلة ان انا هتبسط بالشكل ده. بصوا بقى الموضوع ايه. الفرختين دول كانوا هيترموا في الزبالة، انتوا متخيلين؟ فعلا كانوا هيترموا في الزبالة. ليه بقى؟ مش لان هم بايظين ولا اي حاجة. بصوا بقى هحكي لكم الحكايه. هما كانوا 3 فرخات مش فرختين. كنت جايبه عرض كده من مكان ما، وطبعا مش هقول اسمه. 3 فرخات. سويت واحده غسلتها. بعد ما غسلتها برضو حسيت ريحتها الزفاره فيها قويه. وطبخناها وكلناها بألف هنا وشفا. بس وانا باكلها كده يعني ايه، عارفين لما نفسكوا تشيل من حاجه. الفراخ فعلا زفرة جدا ولون لحمها غامق. فبصراحة انا وزوجي شكينا ممكن تكون يعني فيها حاجة عشان عاملينها عرض. المهم يعني عشان ايه، ما نزودش في الموضوع. قلنا خلاص احنا، هو قال لي ارميهم، والله قال لي ارميهم خلاص. فانا قلت ايه، بدل ما ارميهم في الزبالة، طب ما ناخد ثواب فيهم واعملهم اطعام ووجبات خير. ايه ده، هتعملي اطعام من وجبات هترميها في الزبالة؟ لا طبعا، حاشا وكلا. الاطعام او الحاجة من الانسان للانسان لازم تكون احسن حاجة عندك، احسن اكل واحسن شرب. ولو فلوس واحسن لبس، يمكن لبس جديد يكون يفضل يعني. فطبعا حاشا وكلا، هتعرفوا كل التفاصيل في الفيديو ده. كنت مبسوطة جدا وانا بوزع الوجبات دي. طبعا سلقتهم سلقة عادي بدون اي اضافات، يا دوب مية تغلي، حطيتهم في الحلة اتسلقوا. وهخرجهم دلوقتي وهنقطعهم ونجهزهم مع بعض. زي ما انتوا شايفين اهو، هبتدي بسم الله اقطع فيهم. وعندي كده اطباق فويل، هبتدي ايه ارص الاطباق بتاعتي واقطع الفراخ بالاحجام اللي انا عايزاها بالشكل ده، واوضبهم واجهزهم على طول للتوزيع ان شاء الله. ادي الاطباق بتاعتي اهو، هبتدي ارص بالشكل ده لغايه بقى ايه ما اخلص كل الكميه. عايزه اقول لكم ما تستصغروش عمل خير، يعني ما تستهيفوش او تستصغروا عمل الخير ابدا، ايا كان لمين وايا كان رايح فين. بالعكس والله، دي انا اتبسطت جدا 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 من فرحه اللي هياكلوا الوجبات دول وجريهم ورايا، وان انا حاولت اكل اكبر عدد ممكن. طبعا هتقولوا لي ايه الالغاز دي؟ ولا الغاز ولا حاجه، هنعرف مع بعض كل حاجه دلوقتي. دي الوجبات اهي جاهزه، وهلفها بقى بالاكياس واحطها في كيس كبير، ويلا بينا نوزعها. وربنا يكتب لنا ان شاء الله باذن الله الثواب والاجر. يعني انا قلت ايه، هرميهم في الزباله اولا، هيعملوا طبعا اكيد ريحه مش طبيعيه، وهيأذوا العامل اللي بيلم القمامه. ان هما ممكن يفسدوا او يبوظوا في الزبالة، وبالتالي حتى الحيوانات مش هتقرب لهم. فانا تعبت شوية طبعا، وسلقتهم وغسلت مكان الحاجة اللي انا سلقتهم فيهم، وجمعتهم كده وفي كيس، والحمد لله يعني اهو. ويلا بينا بقى ناخد الاكياس بتاعتنا، واخد الولاد عشان يتبسطوا ويتعلموا ان شاء الله حاجة جديدة، ونروح نوزع الوجبات. طيب اول ما جيت السعودية كنت بقعد في جنينة كده، كان فيها ايه، كان فيها كمية قطط يعني كبيرة. وكنا مثلا لما نكون جايبين وجبة ولا حاجة وبناكل منها، يفضلوا يتلموا حوالينا وينونوا، والله لدرجة ان ابني كان ماسك الاكل بتاعه رماهولهم كله. فانا افتكرتهم، والله افتكرتهم ورحت لهم مخصوص، يعني انا اخدت المشوار كده مخصوص للقطط دي. سبحان الله. فالوجبات دي هتتوزع للقطط. هنا الجنينة هنا على البحر، فيها كمية قطط كبيرة جدا، وشكلهم كده ضعيف. والله لقينا قطط عينها بايظة وقطط عيانة وبتاع. فبصوا، كانت فرحة يعني ما بعدها فرحة، واحنا ايه
طبعا كلنا شاركنا وولادي شاركوا، واهو حطينا الاطباق اهو. بص القطه دي كانت عيانه خالص كده وعينها فيها مشكله، وكانت فرحانه جدا، مش مصدقه بقى ايه دي وجبه مخصوص ليها. سبحان الرزاق يعني، سبحان الله العظيم. بس فضلنا بقى انا والولاد نوزع لغايه ما خلصنا كل الوجبات، وقلنا يا ريت كان معانا تاني، لان طبعا قابلنا قطط كتير في طريقنا ما لحقوش، ما كانش ليهم نصيب في الوجبات دي. بس الحمد لله اهو زي ما انتم شايفين. فضلنا بقى ماشيين لغايه ما وصلنا. بصوا دول ايه خايفين، انتوا بتعملوا ايه؟ معقوله هتاكلونا؟ يا سلام، جايبين لنا فراخ مخصوص، مش مصدقين بقى عارفين. لغايه ما ابتدوا ياكلوا بقى اهو. وفضلنا بقى ماشيين لغايه ما وصلنا البحر، وكمان كان في قطط برضه انا عارفاهم دايما بيكونوا موجودين على الشط كده على البحر يعني، على الكورنيش، اسمه الكورنيش هنا. فكان ليهم نصيب برضه في الوجبات اهو. ابتدت تاكل. والله العظيم احساس يعني جميل جدا جدا جدا. ربنا يتقبله منا ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. اهو فضلنا ماشيين بقى لغايه ما وصلنا البحر، وسبحان الله اليوم ده كان الجو ما شاء الله جميل جدا، اللهم بارك. كان قبل المغرب على طول. وباقي الفراخ اللي معانا اديناهم بقى للقطط اللي اهو اللي على البحر دول، ومكانوش مصدقين. بصوا تخطفها وتجري على طول لجوه. والقطه دي برضو كان فيها حاجه في الجلد بتاعها من بره. يلا بقى الحمد لله ان ربنا قدرني وعملت ده وما كسلتش والحمد لله يا رب العالمين يعني على كل حاجه. اهو بقى منظر اوريكم بقى المنظر وقت الغروب اهو. القطه بصوا هناك اهي بتاكل. بس والله العظيم اتبسطنا جدا، والولاد اتبسطوا جدا وقالوا لنا، قعدنا نقول لهم بقى احنا بنعمل ليه كده، وان الانسان يعني يعمل الخير ايا كان الحيوان ولا الانسان، ونطعم الحيوان زي ما بنطعم الانسان، ونكون حنينين على الحيوانات بالشكل ده. وان احنا عملنا وجبات مخصوص ونزلنا علشان ناكلها للقطط، وهم اصلا كده كده بيحبوا القطط يعني. فكانوا الحمد لله رب العالمين مبسوطين جدا. بصوا بقى ايه، هفسحكم معايا كمان بالمرة. يا خبر ابيض، بألف هنا وشفا. بس وده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، ان شاء الله يكون لينا الاجر والثواب باذن الله رب العالمين يتقبلها، ويكون لينا الاجر والثواب. وزي ما قلت لكم ما تستصغروش ابدا عمل الخير ايا كان. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لي كومنت حلو تحت الفيديو. ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة من الفيديو ده. شايفين منظر النخل مع الغروب، المنظر عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك، جميل. بس كده وخلاص خلصنا ومروحين. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو والكومنت كده حلو منكم، وشير كتير علشان القناة تكبر بيكم وليكم. ادعموني يا جماعة استمر، وادعموا الفيديوهات كده تتشاف، علشان الواحد يعتبر ان هو يبتدي من جديد. لما سبت القناة كام شهر، انتوا عارفين يعني ايه تسيبي القناة بتاعتك كام شهر. وحقيقي عايزه اقول لكم ان القناه دي اتعرضت عليا للبيع، والله ما رضيت ابيعها، لان فيها كل ذكرياتي، فيها شغلي، فيها مجهودي، فيها حياتي. فلو كنوز الدنيا يعني مش هفرط فيها، ان شاء الله يكون فيها مشاهده واحده. انا راضيه الحمد لله ومبسوطه وبشتغل ومستمره باذن الله. بس يلا انتظروني في تكات كتير وافكار اكتر ووصفات اكتر، والسلام عليكم ورحمه الله.